حبايب قلبي، صباح الفل، صباح الجميل، صباح العسل عليكم كلكم يا رب. النهارده بقى يوم جديد ان شاء الله كده. قلت بقى ايه كده، اول حاجه بقى اعمل لي كوبايه نسكافيه باللبن كده، اشربها الاول وبعد كده بقى ايه نبدا نشوف دنيا. هنا بقى كنت بعمل النسكافيه باللبن. النور قطع وجه تاني على فكره. المهم يعني هنا بقى كنت بعمل اللبن. انا بس بسخنه، بس انا مش بخليه يغلي على النار، لا، لان مش بحب اشرب النسكافيه وهو سخن مولع، لا. هنا النور كان جه الاول، كان النور قاطع فكانت الاضاءه ضعيفه شويه. هنا بقى كنت عايزه اعمل له فوليوم، بس الميه زادت مني شويه اللي بعمل بيها ديت، ثبته يعني. المهم شربته وخلاص، الحمد لله، كان طعمه حلو. هنا بقى كنت هقعد بقى اشرب النسكافيه، وشربته كده اصلا وانا بعمل بقى اللي ورايا وكده. هنا بقى الدولاب بقى ايه، سامحوني بقى يعني. بس انا بشارككم يومي وانا بعمل ايه بصراحه يعني. انا مش بقى ايه هقعد اطبق الغسيل، هطبقه واقول لكم يعني هو متطبق بس انا بعدله، لا، هو كان كده وانا بقى بظبطه. لان في اليوم كله مش هتلفي الكرة الارضية كلها في الشقة تعملي، لا يعني بتعملي حاجة يعني كده كل حاجة. يعني كل يوم بعمل حاجة، كل يوم اعمل حاجة، لان ده روتين وفي حاجات تانية بتعملها في البيت، فده بيبقى جزء، ده روتين جنب بقى ايه ان انتي هتعملي اكل، ممكن هتروحي السوق تجيبي اكل كده كده. هنا بقى كنت بطبق الملايات دي، ملايات البنات بتاعت اوضتهم. بحط بقى كده ايه الملاية مع المخدات بتاعتها كده، عشان ايه تبقى كده كل حاجة ايه مع بعضها. بس هنا بقى ايه كنت بقى عمالة اطبقهم انا اهوت وصفتك. وارصهم كده اهوت زي ما انتوا شايفين. الملايات الكبيرة دي بتاعتي بقى، الملايات يلا. الحلوة البنكات والحاجات الدلع دي بتاعت البنات. بس انا ان شاء الله هجيب طقمة جديدة باذن الله، وهجيبها سادة ان شاء الله. آه هنا بقى ايه ده كنت تحفه ده. الملاية دي بتاعتي برضو، كنت برضو بطبقها كده واحطها ارسم. هنا بقى ايه جنب بعض، دي ملايات كبيرة، كنت بطبق وارص بقى ايه الاطفال لوحده وبتوع البنات لوحديهم وبتوعي انا لوحديهم. دي برضو بتاعتي، بس دي جديدة. عايزة اقول لكم ان انا في ملايات جديدة، بس كام واحدة بقى يعني، انا بقالي 14 سنة متجوزة. فدي بقى دي كنت بقول لكم هي ايوه مبقعة كنت تقولي اصفر كده. كده. انا قلت برضو ايه يعني المهم هحطها انت راجل باينه دلوقتي بس انا ما كنتش مؤقتا وشك. كده، بس انا هجيب لها فانيش دوت وبتاع الفانيش بتاع الالوان دوت، احطه عليها تحفة حلوة قوي. هنا بقى كنت بقى بكمل بقى هم ملايات كتير، رحت يلا. بس انا مسرعة الفيديو شوية، ده الفيديو طويل كتير يعني. دي الملاية دي برضو بتاعتي، وده بشكير برضو ايه، قلت كده احطه على جنب. وبقيت يا لهوي، ارص طب بقى حطيتي ايه المصحف على كده، وشك. قعدت بقى هنا كده قدام الدولاب، وبقيت ارص دوت قريب ليا ايه اخد منه الحاجات اللي انا بستعملها بس. يعني انا حاطه تحت هنا الملايات وملايات البنات والحاجات دي كده اللي انا بستعملها. تمام. ان هي ايه كنت برص كده وكده بظبط بقى كده ايه، الملايات بتاعتي ماشي. وحطيت الجنب التاني الملايات بتاعتي برضو، جبنيش. بس رجعت رحت حطها الجنب التاني كده في شمال كده، وحطيت بقى ملايات البنات في النص. وقولي برضو رأيكم يعني بالله عليكم، ويعني بتمنى يعني ان انتوا تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا لي لايك من ايدكم الجميلة. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وهنا حطيت الفوط. هنا بقى ايه رحت طبعا خلصت الدولاب، رحت جيت هنا بقى ايه قلت اشيل الغسيل دوت اللي نشرته معاكم امبارح. قلت بقى هنا اشيله اهوت. وبص السما لونها عامل ازاي، لونها ازرق. ماما حتى يعني لو بان جزء من وشك. ماشي. هنا بقى ايه قلت اشيل كده الحاجات دي، ايد بنتي اللي على الغسيل دي.
بس قلت بقى اشيل غسيل وهطبقه برضو، بس ايه يعني قلت ايه. هنا بقى كنت انا بعد ما شلت الغسيل رحت عشان كان ما عنديش اكل ولا حاجه في البيت. حاجات الخزين اللي انتوا عارفينه ده. كنت عايزه اجيب بنجر، عايزه اجيب فلفل، عايزه اجيب ليمون، عايزه اجيب كوسه، ما كانش عندي. جزر برضو بحتاجه. الخضره، خضرة محشي او جرجير، الحاجات دي بقى بحبها جدا في البيت. وجوافة، لقيت جوافة حلوة. الصغيرة دي احلى من الكبيرة 100 مرة. واللي ده يعني اللي جابها وده ان الصغيرة دي تحفة يكتب لي في الكومنتات. والبصل ده برضو يعني كان عندي بصل بس قلت ازود، مش عايزة حاجة تنقص، ايه يعني حاجة تبقى موجودة. بس العرش اللي فيه ده اللي في البصل دوت مسكته بقى، قصته بالمقص بس ما صورتهوش. يعني مش هفضل بقى بكل حاجة بالتفاصيل المملة. بعد كده برضه ابقى اعمل لكم مقاطع كده من الحاجات دي. وهنا ده ليمون بردك. والفاصوليا الخضراء لقيتها كيلو ب15 جنيه. فقلت يا بلاش، رحت جايبة كيلو. وجبت لحمة مكعبات عشان هعمل فاصوليا اللي هي او فاصوليا بيضة اسمها كده. وجبت فلفل الوان. قبل كده عملت لكم بيه جبنه بيضه بس بيبقى طعمه خطير. ما يبقاش حلو مع الجبنه القريش، يبقى حلو مع الجبنه البيضه. لان انا دقته مع بديت وبدي. وكنت محتاجه كوسه بحبها جدا برضو في الطبيخ، تبقى حلوه ليها كذا استخدام. وجبت هي الفاصوليا ديت كانت واحده فلاحه جبت منها. جبت ب10 جنيه. والبنجر لقيته النص كيلو. الكيلو ب20. جبت كيلو بنجر عشان عايزه اعمله في العصير لملك. ورمس ومكه، بس ملك بالاكتر عشان هي بتدوخ وتعبانه. وهنا بقى ايه، رحت غسلت الفاصوليا وحطيتها على النار بقى. عشان كنت عايزه اعمل الاكل عشان البنات يعني البنات لما بتيجي من المدرسه ببقى عايزه اكون خلصت الاكل وخلصت كل حاجه ورايا. والافضل بقى ان انا يعني انا الكام يوم دول كده لقيت ان الافضل ليا ان انا البنات بقوم الساعه 5 البنات تلبس كده. انا بقلي البصل عشان ننزل عليها اللحمه دلوقتي. افضل حاجه دلوقتي لقيتها ان انا البنات تنزل من هنا المدرسه. ما نامش، انا كنت بنام ساعتين او كده. بس لا مش هنام، هخلص اللي ورايا وعايزه هصور وهخلص كل حاجتي. عشان لما تيجي البنات تيجي على الساعة 2، عبال ما البنات تيجي اكون انا خلصت حاجتي كلها. عشان لسه هقعد اذاكر معاهم، واللي عندها دروس هتروح دروس، هودي دروس بتاع. طب انا كده خلصت نص الحاجات اللي انا بعملها في يومي. او نص ايه، 3/4 اليوم خلصته. هو بس هيبقى ربع اليوم اللي هو ايه بقى هذاكر لهم. هنقعدوا في مذاكرة، هتروح درس بنوتة هنوديها درس بتاع كده. هنا بقى اللحمة غسلتها حلو وبحط. انا بصوا يا جماعة انا بعملها كده. ممكن مثلا احطها يعني اسلقها بس ما احطلهاش ميه كتير. يعني اللي هي تخش في السوا كده وتبقى خلاص، وتبقى الميه بتاعتها نشفت اللي فيها شربت الميه. ماشي زي الشوربه كده، يعني اسلقها زي الشوربه. بس ابقى انا عارفه مقدار الميه اللي هتسوي اللحمه وتكون خلاص هتنشف خلاص. ممكن برضو اقلي فيها البصله بثومه. يعني كل واحد براحته، في ناس بتحط توم في الاكل، في ناس بتحط البصل. كل واحد براحته، كل واحد بيعمل اللي هو بيحبه. يعني مش عشان انا مثلا عاملاها كده انت بتحبها كده، لا كل واحد بيعمل الاكل اللي يريحه واللي بيحبه. فاهمين؟ بس هنا بقى كنت انا بحمر بقى كده اللحمه بشوحها كده في البصل. وبعد كده بنزل عليها بقى ايه هقول لكم دلوقتي برضه لما تيجي السؤال دي. ماشي. فلقيت ان الصراحه احسن حاجه بعد كده ما نمشي بعد، يعني بقوم اصلي الفجر والبنات تروح المدرسه. بعد كده مش هنام. هنا بقى بصوا انا بقى حطيت البلاسمات، نزعت شطه، حبيت كزبره ناشفه. كل واحد يحط اللي بيحبه واللي عاوز. مش معنى ان مثلا انا بعمل بطريقه يبقى انا صح وانتوا غلط، لا كل واحد يعمل اللي يريحه. هنا في الكبه بسيب فيها حبه بصل من يعني اللي انا فرمته للحمه.
وبنزل عليها بقرن فلفل كوبي وبالطماطم، بقى اغسلها واقطعها واحطها عليها. والله يا جماعه اقسم بالله قرن الفلفل دوت كده لما احطه كده ومعاه حبه بصل في الطماطم بيدي طعم تاني مختلف. وبحط واحده ماجي معاهم. اللي هو ايه، طبعا كل واحد يعمل براحته اللي عايز يعمله، بس انا بعمل كده يعني. ولو حد بيعمل حاجه احسن من كده تقولي برضو، في ناس احسن مني في الاكل وكده برضو، اللي عنده اي تعليق كده برضو تقولي. احنا اخوات وبنشير على بعض وبناخد اراء بعض وبنتعلم من بعض. انا بقى ايه بكون بعد كده مقربه في الخبره. المره دي الخبره ما ضربتش الطماطم، ما عملتهاش زي انا كده بقى اعملها في الشفشه على الخلاط. بس كانت جميله والله. في ناس بتصفي الطماطم ما بتحطهاش كده، بس والله كانت جميله. انا كل واحد وليه طبع وليه طريقه يعني. انا في الاجانب مثلا عندهم الطماطم، في ناس بتسلق الطماطم وتشيل القشره اللي عليها وبتقطع الطماطم دي رفيع كده، بتبقى طريه بقى خالص وجوسي كده، بتقطعها رفيع خالص وبتعمل بيها الاكل على فكره، وبتبقى تحفه على فكره. هنا بقى ايه كنت بسلق يعني انا بص عين هنا شغاله وعين هنا عليها الفاصوليا. هنا بقى ده الخضار والحاجه اللي انا جبتها من السوق. بس انا الراجل بتاع الفلفل الالوان قلت له انت وزلي، بس بعد كده انا هنقي هي عشان الفلفل ما كانش عاجبني يعني. بس لما روحت شفته بقى انا مش مديه اخوانا لحد. بعد بقى ما كده هو رصيت بقى الخيار لوحده والجزر لوحده كده. وهنا بقى الفاصوليا الخضراء، الاكل بقى على النار. هنا بقى الفاصوليا الخضراء قلت بقى ايه اغسلها بالمره كده، وكانت جميله صفحه لسه صفحه. قلت بقى ايه كانت ب 40 جنيه تقريبا الكيلو او حاجه كده، ب 40 او اكتر مش عارفه يعني. هي كانت غاليه، كان الربع غالي، لكن الكيلو ب 15 جنيه ده هي كده رخيصه. ربع 8. بنتي بتقولي ربع كان ب8، لان انا بقول لكم مش دايما بروح السوق. انا في حاجات كتير بقيت بعملها معاكم يعني. بصراحه انا ما كنتش بروح السوق، بس انا حبيت ان انا اروح السوق واجيب حاجات واصورها لكم كده. هو هنا بقى ايه كنت بغسل الفاصوليا الخضراء، غسلتها حلو جدا على فكره والله. يعني انا بجيب لكم مقطع كده بس، لكن انا برضو يعني ايه ممكن اوقف الفيديو مثلا وانا اكمل اغسله اكتر، عشان طبعا ده خضار طبعا وده اكل شغل. بس هنا بقى ايه كنت قعدت خرطت حبه كده حلوين وايه، ورحت مصوره لكم برضو ايه اخر كده كام واحده برضو انا خرطتها إيه ازاي يعني. بالله عليكم تاني ما تنسوش واو النبي تحطوا لي سيبيلي لايك شوية حلو كده من اعمله. ايديكم هوقف وكومنت، وتسيبيلي لا 2. وتشتركوا في القناه. انا يعني بعد ربنا انتوا نبي يا يعني فوزي. هتبقوا سبب في جبر خاطري، هتفرحوني ان انا بس القناه بس يعني تكبر بس كده، هو تكبر ايه اللي هي ده؟ تحقق الشروط. بس ده اهم حاجه عندي ما والله. تاكلوش لو كتير يا وصلت ان انا خرا، احنا احقق الشروط عاملينه بس كده للمدرسة. وتتفعل خير وبركه والله. الحمد لله بقى بحمد ربنا. بصوا مش قادره اقول لكم قد ايه، وبدعي ربنا ان الناس تدخل تشوف الفيديوهات بتاعتي وتشجعني. ولو في حاجه مش عاجباكم تقولوا لي برضو اصححها. لو في حاجه غلط يعني في الفيديو مش عاجباكم تقولوا لي برضو. وهنا كنت بقى حطيتها في علب عشان احطها